بعد انتهاء مباراة الأهلي اليوم نقدر نقول إن الأهلي اشترى ترماي لعيبة ومدرب، لأن السبب في ده مجلس إدارة النادي الأهلي جاب لعيبة بملايين ومش عارف هو يستفاد من اللعيبة دي إزاي، فحصلت الدربكة كلها دي في الفرقة. عشان كده قلت إن الأهلي اشترى الترماي. تاني حاجة، الناس بتقول ليه الأهلي مجهوده بيقع في الشوط التاني؟ مش حكاية لياقة بدنية، اللعيبة الأجانب دول بيكونوا ظابطين اللياقة بتاعتهم على مدار الشوطين. الأهلي بينزل يموت نفسه في الشوط الأول، خلاص المجهود بتاعه بينتهي، بيجي الشوط التاني بيشحر، إلا في آخر 5 دقايق بن شرقي يعني حرك فرقة الأهلي شوية. تالت حاجة بنقول اللي مباراة الكاس العالم اللي فاتت اللي هم يكونوا 4 فرق وفرقة تلعب ماتش وتاخد البطولة، يعتبر كانت بطولات وهمية او نقدر نسميها بطولات هجايص. انما البطولة دي يعتبر بطولة رسمية ودي اللي هتثبت قوة الفرق. فعشان كده احنا مستوانا بيبقى قليل. ما قبل كده برضو المغرب لعبت في النهائي، فكانت يعتبر يعني ايه بطولات وهمية.